مرحبا واهلا وسهلا بكم إلى هذه الأخبار العاجلة من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة. فضلا وليس أمرا، اشترك في القناة وضع إعجابك بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. رويترز تقول إن السعودية ستفتتح خلال أسابيع أول متجر لبيع المشروبات الكحولية في حي السفارات بالرياض، والذي سيخدم حصريا الدبلوماسيين غير المسلمين، وذلك عبر تطبيق للهاتف المحمول والحصول على رمز التخليص من وزارة الخارجية واحترام الحصص الشهرية مع مشترياتهم. السلطات الإماراتية تعطي الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع بيرة في جزيرة المارية بإمارة أبو ظبي خلال هذا الشهر، لتصبح أول شركة تصنع الكحول بشكل قانوني في المنطقة. أثار خبر نشرته رويترز عن استعداد السعودية لافتتاح أول متجر لبيع الكحول في العاصمة الرياض ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. الخبر تم تناقله بشكل واسع على مواقع التواصل، البعض عرضه بحيادية، فيما حاول آخرون تقديم توضيحات ومبررات للخطوة المرتقبة.